بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. القصة اللي حكيناها المرة اللي فاتت، اللي بطلتها هناء، واللي حبت عمنا سيف ابن جارتها، ولحد ما اليوم اللي جه يخطب فيه راح خاطب بنت مرات باباها. طبعا زي ما بقول لكم، هناء هنا اتصدمت صدمة كبيرة، وافتكرت ان هو كان بيجي عليه ايام كتير جدا ما يشوفهاش، يمكن طول الشهر، وما يجيش يشوفها غير في اليوم اللي هي قابضة فيه عشان ياخد منها المرتب. ودي غلطة مش عايزة اي بنت تقع فيها. تحبيه مهما تحبيه، هو يحبك مهما يحبك، هو اللي يصرف عليكي، مش انت اللي تصرفي عليه ولا تديله فلوس ابدا. ده مش دورك خالص. المهم، باباها بقى كان بيثق في مراته، وكان دايما هو اللي بيسألها على هناء، وكان بيعرف أخبارها منها، وهي بقى كانت بتقول له اللي هي عايزاه. لدرجة إن هناء سابت شغلها وراحت شغل غيره، وسابت شغل وراحت شغل غيره، وكان كل ما يسألها عنها هناء عاملة إيه تقول له كويسة، ولا تقول له سابت شغل ولا متضايقة من إيه ولا أي حاجة، ولا اتأخرت ولا أي حاجة. يعني بالمختصر كانت بتنقل له معلومات غلط عن هناء. الأب لاحظ في مرة من المرات كانت هناء جاية متأخرة، وبعدين بيقول لها اتأخرتي ليه؟ قالت له أبدا، الشغل الجديد بتأخر فيه. قال لها الجديد؟ هو أنت سبتي شغلك؟ قالت له ده أنا مغيرة شغلي يجي 3 4 مرات دلوقتي. من هنا عرف إن مراته بتكذب عليه وما بتقولوش أخبار هناء الصح. فبدأ يبص كده، طب يعني دلوقتي هي سيف خطبها، خطب بنتها، بنت مراته يعني، وما خطبش بنتي. طب انا دورت وعرفت ان هما ما خطبوهاش لما انا رميت لهم المعلومة ان مفيش ورث ولا حاجة. والحمد لله ان هو ما خطبهاش، لانه مادام بيدور على الورث يبقى طماع. لكن بتنقل لي كمان كل المعلومات غلط. ففضل من هنا بقى، من الموقف ده، فضل يدور يدور يدور، لقى كل الحاجات اللي كان بيسألها على هناء عن هناء فيها كانت بتقولها له غلط. هناء بقى كان محيرها. بابا ما بيحبش البنات، ما بيحبش الخلفة أصلا، وما كانش عايز ماما تخلف. ليه لما اتجوز واحدة اتجوزها عندها بنت تقريبا من دوري؟ هو كده ما كانش بيحب ماما عشان كده ما كانش عايز يخلف منها، ولا ايه الموضوع؟ فبدأت طبعا تدور، ما وصلتش لحاجة. عمتها ما كانوش بيحبوها وما وصلتش لحاجة. لكن الحاجة بقى هتجيلها لحد عندها. في يوم من الأيام كانت متضايقة جدا جدا، طبعا لما حصل وسيف خطب البت أمينة ديا، بنت مرات أبوها. الدنيا طبعا اسودت في وشها جامد. فكانت دايما مامتها تقول لها لما الدنيا تضيق بيكي خشي في المصلى. كانوا واخدين ركن كده من الأوضة اللي فيها المرسم والمكتبة، وفرشين فيه المصلية وعاملينه زي مصلية في البيت. على فكرة بيبقى جميل جدا لما نختار أي كورنر في البيت ونفرش فيه المصلية ونسيب فيه الإسدال، ويبقى فيه كام سبحة، ويبقى هو ده مكان الصلاة. بيبقى حلو قوي قوي قوي. أنا عن نفسي عاملة ركن جميل كده عندي في المصلية، وبنصلي فيها أنا وأفراد أسرتي. المهم، فحصل بقى في يوم وهي قاعدة متضايقة كده، قاعدة على المصلية بتصلي، وبتعمل زي ما مامتها قالت لها تصلي هتبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى جبر خاطرك، ويعني ايه بقى، اصلح ألم قلبك.
يعني الألم اللي في قلبك ربنا سبحانه وتعالى هيهديه، وتلاقي الدنيا بقت واسعة بدل ما انت حاسة ان هي ضيقة ومخنوقة. فقعدت تصلي وتدعي ربنا: يا رب اجبر خاطري واشفي لي كسر قلبي، وانا مش مسامحة، حسبي الله ونعم الوكيل. خلصت صلاة وقاعدة بتسبح بسبحتها، لقت الباب اتفتح. مين اللي هيفتح عليا الباب؟ لأن باباها بقى ما كانش بيخش الأوضة وهي موجودة فيها خالص. شوفوا لحد فين. بتبص وراها كده مين اللي فتح، لقت باباها. راحت قايمة واقفة، قال لها: تعالي يا هناء. بتقول: أنا يمكن ما سمعتش اسمي من بابا كم مرة في الحياة على بعض. رحت رايحة قاعدة، وبابا قاعد على الكرسي المكتب بتاعه، وأنا قعدت على الكرسي اللي قدام المكتب. وبعدين قال لي: سامحيني يا بنتي. بقيتش قادرة أصدق. أسامحك على إيه يا بابا؟ سامحيني يا حبيبتي، سامحيني إن أنا ما تقبلتش وجودك من ساعة ما جيتي الدنيا. سامحيني إن أنا اتجوزت وكنت فاكر إن أنا بتجوز ومعاها بنت من دورك عشان تاخد بالها منك وبنتها تساعدك وتبقوا ونس مع بعض زي ما عماتك فهموني. سامحيني يا بنتي إن أنا كنت بطمن عليكي منها واكتشفت إن هي بتقول لي كل حاجة غلط. سامحيني يا بنتي إن أنا كنت بعيد عنك، وأنا المفروض أبقى السند والعضد ليكي. طبعا بقى آخر انسجام. كانت فرحانة جدا جدا جدا، وقالت له: خلاص يا بابا، أنا نسيت كل حاجة باللي أنت قلته لي ده. الله، طبعا عايز منك طلب بقى. عايزين نروح لدكتور نفسي. ليه يا بابا؟ هو أنت فاكر إن أنا بقيت مجنونة بعد ما ماما توفت زي ما بعض الناس بتقول؟ قال لها: لا يا حبيبتي، إحنا الاتنين هنروح لدكتور نفسي. أنا كمان كان المفروض أروح لدكتور نفسي من ساعة ما تقبلتش وجودك في الدنيا. وبالفعل بابا حجز عند الدكتور نفسي، وراحوا هما الاتنين للدكتور وبدأوا يتابعوا معاه، والدكتور صلح حاجات كتير جدا في حياتهم. ولازم على فكرة نغير كلنا ثقافتنا. الدكتور النفسي مش للمجانين، لا، ده بيساعدنا كتير جدا نتجاوز مشاكل كتير قوي في حياتنا، ويوضح لنا ويفهمنا حاجات كتير قوي مهمة. اتفضلوا مية. حاجات كتير قوي مهمة بتساعدنا نعيش حياتنا بصورة سليمة. المهم، رحنا وقلت لبابا بقى، ورحنا للدكتور وقعدنا احنا الاتنين، وقعد يمشي معانا خطوة بخطوة لحد ما بقينا احسن انا وبابا جدا. وفي الوقت ده طلق مراته ومشيت وخدت بنتها ومشيت. وسمعت بعد كده ان سيف كمان طلق بنتها. نسيبنا بقى منهم. رحت بقى انا وبابا بعد ما بقت نفسيتنا كويسة، قلت له: يا بابا، انا عايز اشتغل في شركة تانية لان الشركة دي انا تعبانة فيها. قال لها: حاضر، هشوف لك. كان الدكتور بقى قال لها ونصحها ان هي تروح دار للايتام وتقعد مع الطلبة شوية كويسين، البنات الموجودين والصبيان، عشان نفسيتها تبقى افضل. راحت بالفعل، قعدت تعلمهم الرسم. في يوم من الايام راحت الدار، لقت المشرفة بتقول لها: في واحد بيجي لنا هنا دايما بيدعم الأطفال الأيتام، سايب لك التليفون ده وبيقول لك اتصلي بيه. عايزني في إيه؟ عايزك في شغل. شاف الرسومات بتاعتك وقال عايزها في شغل. تمام تمام. خدت الرقم التليفون وشالته وما اتصلتش ولا عملت. وبعدين في مرة تانية راحت. أول ما راحت لقيت واحد قاعد مع البنات والصبيان الموجودين وبيعلمهم الرسم. أول ما شافها لقت البنات بيشاوروا عليها وبيقولوا: هناء هناك أهي، أستاذة هناء هناك أهي. راح قايم جاي لي وقال لي: أنا سبت لك رقم التليفون، ما اتصلتيش بيا ليه؟ قلت له: أبدا، ما فضيتش بس. طب تعالي مش أنت بتعلمي البنات الرسم؟ طب تعالي نعلمهم سوا. فقعد يعلمهم ويقول لهم. كان بيقول حاجات مش صح، طبعا انا ما عرفتش اسكت وقعدت اصحح له. بعد ما بدات اصحح له راح عامل لي ازاي: طب كويس، ما نسيتيش شغلك في المعمار، وتعالي بقى
قابليني بكرة في الشركة. راحت قابلته، وبعدين من الكلام عرفت إن سيف شغال في الشركة. روحت حكت لأبوها وقالت له مش هروح، مش هشتغل في الشركة. قال لها طب خدي رأي الدكتور. راحت خدت رأي الدكتور. الدكتور قال لها لا، روحي روحي اشتغلي. سمعت كلامه وراحت بالفعل. قالت وانا عملت جريمة؟ هخش واشتغل، ملوش عندي حاجة. ودخلت بقلب جامد عشان تشتغل. هو بقى سيف اللي اتربك وعمل ومعرفش ايه، كبرت دماغها. المهم اشتغلت مع عمر، وحصل بينهم حاجات كتير جميلة. يعني ايه؟ يعني قلبهم دق هما الاتنين. وعمر بقى كان ونعم الأخلاق، إنسان خلوق، طيب، كريم، حنين، في كل الصفات الحلوة. فبعد ما اتكلموا مرة واتنين وتلاتة ويجي شهرين تلاتة، خلاص كده الأمور بيتهم بقت زي الفل. راحت قالت لباباها، قال له ماله يا حبيبتي؟ تمام. راح ايه عمر قابل باباها واتفقوا، وبدأوا يقعدوا شوية كمان. طلبت منه يستنوا كمان كام شهر عشان يفهموا بعض أكتر. قال لها مفيش مشكلة. وبعدين نزلوا اشتروا كل حاجة. وطبعا هو صاحب شركة، يعني عنده بقى كل شيء. فالشقة كانت جاهزة، وجابوا الحاجات اللي هي عايزاها، وحددوا الميعاد، وعملوا فرح كبير جميل جدا جدا جدا. سيف بقى بعد ما طلق أمينة اتجوز مرة تانية، وربنا برضو ما كرموش وطلق مرة تانية. شوفوا ربنا بقى سبحانه وتعالى. المهم هي هناء بقى اتجوزت عمر، والفرح كان جميل جدا، وفضلت تشتغل في الشركة زي ما هي، وبقت تشوف سيف ولا أكنها شايفة حد. خلاص. بتقول بقى هناء إن الدكتور النفسي كان ليه دور كبير جدا 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 في حياتي أنا وبابا. وبابا كان ليه دور كبير جدا 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 في إن جراحي كلها تلتئم وتبقى كويسة. وكنت سعيدة جدا إن بابا رجع لي وبقينا مع بعض. زي ما قلت لكم بقى، عماتي ما كانوش عايزين بابا يخلف عشان ياخدوا هما الثروة بتاعته وما يبقاش ليه وريث. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. عاشت هناء هي وعمر حياة جميلة، خلفوا صبيان وبنات، وبقت معاه في البيت ومعاه في الشركة، والأب فرحان جدا جدا، وعلاقته ببنته بقت طيبة جدا جدا. و يعني مش قادرة أقول لكم بقى، كان عندها الشغالين والخدم واللي واخدين بالهم من العيال والمدرسين اللي بيذاكروا لهم، وكانت عايشة برنسيسة برنسيسة. مع إن سيف بقى كان عايش حياة، يعني مش هنقول كتير بقى سيف بقى عشان إيه ما يبانش إن إحنا شمتانين فيه، اللهم لا شماتة. بس أنا قصدي أقول لكم إن وما ربك بظلام للعبيد. وفعلا الإنسان الطيب اللي بيروح لما يضيق بيه الوقت ويضيق بيه الدنيا وتضيق بيه الدنيا، ويلاقي نفسه كده خلاص مش عارف يعمل ايه، يروح يصلي ركعتين ويطلب من ربنا اللي هو عاوزه. ربنا سبحانه وتعالى يجبر خاطره ويجبر ألمه اللي في قلبه، ويألم اللي ألمه، لأن ربنا ما بيتسامحش في حق الناس عند بعضها. يا رب تكون القصة عجبتكم، واستنوني في قصة جديدة. سلام.